من يستيقظ كل صباح فيرى أمه، هذا يعني قد امتلك الحياة. لذلك يعني الأم هي الحياة، والبقية تعوضهم الأيام، بقية الناس تعوضهم الأيام. الأخ تعوض الأيام، الصاحب تعوض الأيام، القريب تعوض الأيام، صديقك تعوض الأيام، إلا أمك لا تعوضها الأيام أبدا أبدا، والله لا تعوضها. هي الحياة، هي الأصل، هي المكنون، وهي القلب الذي لا يخون. قد يخونك صاحبك، قد يغدر بك قريبك، قد يطعنك في الظهر صديقك، لكن أمك لا. أمك لا. أمك أنت في الصباح تغضبها وفي الليل تضع عليك الغطاء. أمك أنت في الصباح تتأفف في وجهها وأنت تذهب إلى العمل أو إلى الجامعة أو إلى المدرسة، وهي في الليل تطمئن عليك. على الغداء تسأل: هل تغديت اليوم؟ هل أكلت اليوم؟ ذلك الإنسان أبدا 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 لن يجد في الحياة أحد كأمه. لذلك الناس تتشابه، وكما يقولون يخلق من الشبه 40 إلا الأم لا يخلق منها واحد أبدا. الأم واحدة أبدا لا يشبهها أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الورد. النهارده هنعمل مع بعض سندوتشات حلوه قوي قوي. عايزه اقول لك مغذيه. هنعمل عجينه بجد سريعه كده، وتنفع تعملي بيها كل حاجه، تعملي منها بيتزات، تعملي فطاير، تعملي سندوتشات زي ما انا هعمل كده. والحشو احشي الحشوه اللي تعجبك. انا هقول لك كده على شويه افكار، وانتي بقى اللي موجود عندك احشي بيه يعني. زي ما انتوا شايفين كده، مخبوزات طريه وهشه كده وطعمها حلو قوي. بصوا شكلها عامل ازاي، طريه قوي قوي كمان، زي ما قلت لك مغذيه جدا يعني، حاطين فيها حاجات حلوه قوي. تعالوا بقى نسمي بسم الله وندخل جوه الفيديو كده ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه معانا الخميره. هنعمل الخميره ب3 معالق سكر، وعليها طبعا باكت خميره كامل، وحوالي نص كوبايه ميه دافيه، وهنقلبها ونسيبها بس ايه تتفاعل شويه. معايا بعد كده كيلو دقيق، حطيت عليه رشه ملح صغيره، طبعا الدقيق منخول كويس، وعليه كوبايه من الزبادي، ومعلقه واحده بس كده من الزيت. بس كده العجينه بتاعتنا خلصت. بس بجد حلوه قوي قوي. طبعا انتوا عارفين الزبادي مغذيه قد ايه، وكتير من ولادنا ما بيحبش ياكلها، فانا حطيتها كده جوه العجينه وكانت حلوه قوي. الخميره تمام شغاله كويسه، حطيتها على الدقيق والزبادي والزيت زي ما انتوا شفتوا كده. وهنزل بقى بالميه حبه حبه. طبعا مش هناخد ميه كتير، احنا بنعجن بالميه الدافيه، بس مش هناخد ميه كتير كده زي ما انتوا شايفين. عايزه تعجنيها باللبن برضو براحتك خالص، عايزه تشتغلي باللبن الرايب ما عندكيش زبادي برضو هتبقى حلوه قوي ان شاء الله. هنعجن بقى هنا كويس قوي، مش اقل من 10 دقايق طبعا، لحد ما بتبقى عندك عجينه كده زي ما انتوا شايفين، طريه كده وفاتحه وحلوه قوي. هنسيبها بقى نرش عليها الاول نقطه زيت صغيره كده ونسيبها تتخمر. وهنا كانت العجينه بتاعتنا اتخمرت زي ما انتوا شايفين، بقى شكلها حلو قوي، ودي الحركه اللي كلنا بنحب نعملها طبعا. بصوا بقى العجينه عايزه اوريكي عامله ازاي، حلوه قوي، تقدري تعملي منها حواوشي. وهقول لك على افكار حلوه قوي للحشو دلوقتي. بصوا العجينه عامله ازاي، طريه وهشه وتحفه. هنقطعها بقى هنا يعني هنحاول نعملها كده بحجم واحد. هنقطعها هنا هعملها 20 كورة، 20 كورة حلوة كمان، مش صغيرة ومش كبيرة زي ما انتوا شفتوا معايا كده، السندوتش كبير يعني حلو قوي. وهقولك بقى على افكار حلوة قوي للحشوات تقدري تعمليها. انا هنا عاملاها للفطار، يعني ما حطيتش بقى حاجات افتكاسات كتير، حطيت جبن عشان الفطار او العشاء كده تبقى خفيفه. انما انت لو هتعمليها مثلا للغدا هقولك تحطي فيها حاجات حلوه قوي دلوقتي. معايا الجبن زي ما انتوا شايفين، جبنه بيضه وجبنه تركي وجبنه قديمه وشويه من الموتزاريلا. دي جبنه فيتا عاديه خالص. بصوا دي اول حاجه، دي القرصه اللي انتوا شفتوها اللي شبه الكايزر شويه. طريقتها سهله قوي، بس المهم ان انت تقفليها كويس قوي كده من تحت عشان ما تفتحش معاكي جوه الفرن. بس كده سهله خالص، ما فيهاش اي حاجه زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنفردها بس شويه، حطي بقى الحشوه اللي تعجبك، تقدري تحطي معاها زيتون فلفل زي ما تحبي خالص. ممكن تعمليها على فكره بيتزا، ممكن تحطي صلصه جواها لو هتعمليها للغدا، تعمليها تحطي جواها. هبقى اعملها معاكم ان شاء الله مره تانية صلصه كده، هعملها العجينه حلوه قوي، فانا هعملها معاكم ان شاء الله للغدا. بالنسبه للغدا بقى هتحطي ايه؟ ممكن تحشيها على الصاج، وهقول لك
في شكل حلو قوي هتشوفوه دلوقتي. ده هيبقى حلو قوي في العصاج. انما دي بالنسبه اللي احنا بنعملها دي انا حاشيها جبن، تقدري تحشيها زي ما قلت لك بيتزا، صلصه بقى وجبن وموتزاريلا وكل اللي موجود عندك، هتبقى حلوه قوي ان شاء الله. هعملها معاكم قريب. بنفرد بقى العجينه بتاعتنا وحطي بقى زي ما قلت لك اي حشوه انت عايزاها. انا عندي دي موتزاريلا وحطيت قبل كده جبنه تركي، ومن شويه حطيت جبنه قديمه. تغيير بقى لو زهقتي من الفطار العادي بتاع الفلافل والفول والجبن والكلام ده، لا غيري واعملي السندوتشات دي، بتبقى حلوه قوي لو ولادك رايحين درس رايحين نادي اي حاجه، اديهم بقى السندوتشات الحلوه دي هتعجبهم قوي. المهم بس الخطوه المهم ان انت تقفلي كويس قوي كده من تحت عشان السندوتش بتاعك ما يفتحش في الفرن. بصوا ده السندوتش ده حلو قوي برضو، ده بيبقى زي السندوتش الفينو كده برضو، حلو قوي قوي. زي ما قلت لك حابه تحطي زيتون وجبن هيبقى وفلفل هيبقى حلو قوي وطماطم. غير فكره البيتزا لو حابه تحطي زيتون مع السندوتش من جوه هيبقى حلو قوي. ما بياخدش معاكي اي وقت كده، هتعمليه للفطار او للعشاء مع كوبايه الشاي بقى، حاجه حلوه قوي قوي. ممكن تحشي بسطرمه وجبنه تركي برضو بيبقى تحفه، بس بصراحه ما كانش عندي. ممكن تحشي لانشون، تحطي لانشون كده مع موتزاريلا او لانشون مع جبنه بيضه. آه، حاجات بتبقى حلوه قوي، او صدوق يعني اللي موجود عندك، اي حاجه من الحاجات اللحوم اللي هي اللي موجوده عندك دي احشي بيها برضو. العجينه دي حلوه قوي. بصوا بقى دي فكره فكره السمبوسه شويه او القطايف شويه في نفسها، بس حلوه قوي. دي بقى اللي انا بقولك عليها، تقدري تحشيها بالعصاج هتبقى حكايه بقى. ان شاء الله هعملها للغدا قريب قوي وهوريكم برضو الاشكال اللي احنا هنعملها. ودي طريقه التقفيل بتاعتها سهله خالص ويبقى شكلها حلو قوي قوي. تمام سهله خالص، ما خدتش معانا اي وقت. بس قبل ما نيجي نفرد اي عجينه، اي كوره من الكور بتاعه العجين، نحط نقطه زيت صغيره بس كده عشان تتفرد معاكي بسهوله، وكمان بيدي لمعه حلوه للعجينه. شايفين طريقه التقفيل سهله ازاي؟ تمام سهله خالص اهي، ما بتاخدش معاكي اي وقت. ودي فكره تانية برضو حلوه قوي. تمام كده زي ما انتوا شايفين. دي بقى فكره زي العيش الفينو بقى، عايزه اقولك بتبقى زي العيش الفينو بجد بقى، او زي الباتيه كمان. بتبقى مورقه كده من جوه، وبتبقى الحشوه كمان جواها، حاجه حلوه قوي برضو. الاسهل عليكي بقى اعملي واعملي اشكال حلوه كده منهم. ما بياخدش معاكي اي وقت، يعني مش ما خدش معانا اي وقت في التشكيل زي ما انتوا شفتوا كده، والنتيجه كانت حلوه قوي. تقدري تعمليها حلوه وتحشيها شوكولاتات برضو هتبقى تحفه. لو مش حابه ان انت تحشي جبن، تقدري تعملي الفكره اللي عدت دي من شويه تعمليها بالشوكولاته. تمام كده. وده حلو قوي برضو. بصوا الشكل ده هيطلع حلو قوي في الاخر برضو. حطيت العجينه كده فردت العجينه وحطيت شويه من الحشوه، وقطعنا الباقي كده زي ما انتوا شايفين. قفلنا على الحشوه، بعد كده قطعنا الجزء اللي انتوا شفتوه كده، بيبقى حلو قوي. ده بيبقى شكله في النهايه يعني حلو قوي. هندهن الوش بايه؟ معايا ميه عاديه خالص وحطيت عليها نقطه زيت بس، وهندهن بيها الوش. عايزه تدهني بلبن هيبقى حلو قوي برضو. بس برضو الفكره دي كانت حلوه قوي في التلميع للوش كده، كانت حلوه قوي. حطي بقى على الوش اللي يعجبك. انا حطيت هنا عندي حبه البركه، تقدري تحطي سمسم تعملي زي حبه البركه. وحطيت شويه جبن كده على الوش برضو. دي هجيبك بقى انت التزيين بتاعك بقى زي ما تحبي خالص. هندخله الفرن وهيطلع معانا زي القمر كده. انا دخلت المخبوزات بتاعتنا الفرن في نص الفرن على درجه حراره عاليه، وكل شويه بنلف الصاج بس. هيطلع معاكي حلو قوي كده. اول ما يطلع من الفرن يعني غطيه لمده دقيقه دقيقتين كده عشان العيش بتاعك يبقى طري كده زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى ده ما خدش اي وقت معانا وطالع حكايه بقى. ده فكره العيش الفينو زي ما قلت لكم، حكايه بقى. طعمه حلو قوي، ده محشي جبنه تركي بس بجد تحفه. طراوه العيش حكايه بقى. يعني بجد حاجه حلوه قوي. السندوتشات طعمها حلو قوي قوي. وزي ما قلت لك بقى تقدري تحشي الحشوه اللي موجوده عندك. ممكن تحشي جبنه بيضه بس، ممكن تعملي ساده. انا عامله ساده وهتشوفوها معايا دلوقتي. تعمليها ساده كده برضو
للفطار تغمسي بيها الجبنه او حاجه زي ما تحبي خالص. وده الشكل التاني بتاعنا طلع اهوت. دوكو بيبقى شكله حلو قوي. بصوا بقى الشكل اللي هي شبه القطايف بس الكبيره دي، ممكن تحشيها على الصاج زي ما قلت لك حكايه. بس هو كان سخن طبعا، هنسيبه بقى يبرد شويه. ايه رأيكم بقى في الجمال اللي انتوا شايفينه دوت؟ في منتهى السهولة عملنا فكرة حلوة قوي قوي للفطار او للعشاء مع كوباية الشاي بلبن. حاجة حلوة قوي. بصوا بقى طري قد ايه. على فكرة هو كان لسه سخن برضو، بس انا حابة ان انا اقطع معاكم كده وتشوفوا. بصوا بقى بالجبنة البيضة واللي بالجبنة القديمة ده كان حلو قوي على فكرة. اهو تحفة بجد، طعمه حلو قوي. ودي اللي شبه القطايف الجميلة دي عجباني قوي بجد. دي محشية جبن برضو حلوة قوي قوي. زي ما قلت لك بقى تقدري تغيري كده عن الحشوات اللي انا عاملاها، وتعملي انت بقى في الغدا تعمليها بالعصاج، باللحمه العصاج او بالبسطرمه والجبنه التركي زي ما تحبي خالص. اتمنى بقى الفيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت ما تنسوش اللايك، واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك. وشكرا ليكم.